بسم الله واللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. النهارده هنعمل ايه يا حبايب قلبي يا ناس يا احلى ناس في الدنيا؟ هنعمل النهارده اكله جميله وموفره ومدبره في نفس الوقت في الايام اللي احنا فيها دي. معانا ايه؟ معانا صينيه فاضيه كده، ايه حلوه كده. هنحط في الصينيه دي شويه زيت، وهتعملي ايه يا نونا؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنعملها خطوه خطوه. انا ما وريتكوش المقادير، هي مش مستاهله بصراحه، هي مقاديرها بسيطه جدا. الصينيه دي هي صينيه ايه؟ صينيه كبد وقوانص بالبطاطس. تمام. هنعمل كله في بعضه. هنعمل بس ايه؟ فصين توم لازم علشان تعملي، اي كبد قوانص كبد، اي حاجه عشان ريحه الزفاره منها لازم فص توم كده، ايه تصفريه بس لون اصفر كده مع الزيت، يديكي ريحه جميله جدا ويخلي الكبده بتاعتك ايا كانت، كبده بلدي، كبده لحوم، فراخ، كبده، لحمه، فراخ، بتخلي الريحه جميله. ونحط البهارات بتاعتنا كمان مع التوم وهو بيتملوح كده. تمام. تمام. هنعمل ايه كمان؟ ده احنا هنزلزل الزلازل النهارده، اصبروا بس عليا. البهارات بقى ايه؟ هتعمل ريحه جميله جدا، هي اكيد هتعمل حاجه يعني في الاكل. تمام. ونحط كمان إيه اسمه ايه ده؟ ورق لوري. إيه اكيد بيعمل حاجه برضو في الاكل. انتوا فاهمين؟ انتوا فاهمين؟ فاهمين. طبعا كل واحده بتقف في مطبخها بقى، بصوا بتبدع فيه، يعني بتعمل كل حاجه حلوه هي محتاجاها، او كل حاجه حلوه هي عايزه تعملها، لان مطبخك ده هو حياتك. تعالوا بقى نعمل ايه. نجيب الكبده بتاعتنا، طبعا احنا غسلينها غسله زي الفل ونقعينها بخل وليمون وملح علشان تبقى بيضه وجميله كده معانا. كده احنا حطيناها اهو مع الثوم والبهارات، ونقلبها بقى كده. الريحه بقى طالعه، واقسم بالله روعه روعه. الثوم مع البهارات لما بيسخنوا مع بعض بيعملوا ريحه جميله جدا. وانا بقى قعدت بيني وبين نفسي كده اعمل كبد. انا كنت بصراحه اعملها كبد وقوانص كده وخلاص بالفلفل والبصل وبس، ده بصله كمان اهو. وبعدين قعدت بيني وبين نفسي وقلت يا نفسي اعمل ايه عشان طبعا تكفي ان كل واحد حتى يعمل سندوتش. إيه، لقيت نفسي قالت لي يا بنت حطي معاها بطاطسايه. تمام. قمت حاطه معاها بطاطسايه. حكمه نفسي دي بتحبني قوي، شاطره والله العظيم، شاطره وما اقولكوش ممتازه. وحطينا كمان طماطميتين طماطميتين. وهنقلبهم بقى كده، وهنحط ايه كمان؟ البطاطس اللي نفسي قالت عليهم. تعالوا بقى نجيب بطاطستين حلوين، اي يعني غالية غالية مش مشكلة، مش هنستخسر في نفسنا حاجة اهو. ونعملهم طرنشات كده رفيعة، عشان طبعا الكبد والقوانص بتوع الفراخ مش بياخدوا وقت. واحنا كمان شوحناهم، يعني تعتبر سويناهم نص سوا. البطاطس طبعا برضو ما ترقيقهاش قوي، يعني خليها ايه، السمك بتاعها حلو كده مظبوط علشان لما تستوي ما تتهريش. وهتشوفوا الوقت بقى الجمال والحلاوه والدلع بتاع الصينيه المدلعه دي. بصوا فعلا والله العظيم دي الصينيه المدلعه، بصل وطماطم وفلفل وورق لوري ومولكوشي كده. بقى حطينا لها شويه الملح اهو. هنغطيها بقى ونسيبها تستوى مع نفسها اهو. خلصنا خلاص. طبعا بقى انتوا عارفين هي كده ايه، مكوناتها بسيطة جدا وموجودة، مش هقولك موجودة في كل بيت. كبد والقوانص الكيلو ب40 جنيه، هو يعتبر ارخص حاجة في السوق. فهغطيها. وتعالوا بقى نشوف احنا عملنا الجمال والحلاوة دي ازاي. كده بقى خلاص الصينية بتاعتنا احنا غطيناها. انا كنت كل ده على فكرة بدور على الغطا بتاعها فين، مانيش لاقياه. فلقيت الغطا ده جبته بقى ايه، غطيت بالصينية. وهنشوف بقى الوقت الصينيه دي بتاعتنا زي ما احنا قلنا نص كيلو من الكبد والقوانص. فكده بقى ايه، زي ما انا كده عماله اشرح لكم، ده انا عامله فيها الشيف بوريه. ايه كده انا عماله اشرح لكم عامله لكم فيها الشيف بوريه. كده بقى ايه، عملت طبعا الكبده والبصل والطماطم والفلفل والبطاطس والبهارات. اول حاجه الفصين الثوم، مش هقول لكم تاني. كده انا اللهم بلغت اللهم فاشهد. اي واحده بقى تعمل الكبده بتاعتها تطلع زفره، تطلع عليها ريحه، انا مش مسؤوله. عودي نفسك، هتعملي كبده فراخ، كبده لحوم،
تلوحيها الاول بالثوم والله العظيم. يعني ما تقوليش الثوم بينفخنا، ممكن لوحيها لما الزيت ياخد ريحه الثوم وشيليه تاني. فكده خلاص بقى ايه، احنا خلصنا الصينيه بتاعتنا. تحطي بقى كل ده زي ما قلنا على بعضه، توطي عليه النار وتسيبيه يستوى مع نفسه خالص. وكده بقى تعالوا شوفوا الصينيه المدلعه بتاعتنا اهو. استنوا بقى، انا ايه عامله فيها فندام، بحب كل حاجه اعمل بايدي، شغل بايدي ايدي. شفتوا بقى الجمال والحلاوه دي؟ ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اقسم بالله صينيه خرافه خرافه. الجمال والحلاوه ده بفلوس يا جدعان، مش ببلاش. شفتوا بقى الجمال والحلاوه ده؟ كل حاجه استوت ازاي، والبطاطس استوت وسليمه زي ما هي ازاي، ما اتهرتش. ودي قنصيايه اكلها انا. ايوه لازم ادوق كده بقى. نغطيها وتعالوا بقى ايه لما نشوفها، لما الاكل ده استوى هنقعد؟ لا، تعالوا بقى روقنا الدنيا وظبطنا الدنيا. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. كده بقى اهو، روقت الشقه ونضفتها وفرشت فرش الشتا بقى ودفايات. وبصوا بقى ايه، قلبنا الدنيا. تعالوا بقى الصلاه كمان. استنوا مفتاح النور. كده بقى خلاص، هي دي الشقه بتاعتنا. وشو الصلاه هنا كمان فرشناها. وفرشت، انا قلت لكم قبل كده؟ لا ما قلتلكوش، الفرشه دي على السجاده علشان الكبرتيه دي. كده بقى ايه، فرشه ديت على السجاده. هوريكم دلوقتي، اقول لكم انا فرشه الكبرتيه دي على السجاده. شوفوا عشان تحافظ على السجاده، عشان ايه ما تتبهدلش. طبعا الشتاء، طبعا اللي جاي من بره رجله فيها تراب او حاجه. والحته اللي قدام باب الشقه دي كانت بطانيه برضو قديمه وقطعتها. فرشه منها ايه، حته قدام باب الشقه. هي كانت قديمه بصراحه عند حد يعني، وادهاني ايه، مش محتاجها يعني. وهنا خلاص اوضه الاطفال كمان اتنضفت، ونضفنا الدنيا وظبطنا المظابيط. والمطبخ بتاعنا كمان خلصنا، والصينيه بتاعتنا الجميله. والمطبخ شفتوا انا نضفته ازاي. يعني ما تطبخيش وتقولي بقى ده انا بطبخ والدنيا تبقى مكركبه حواليكي، لا، لازم الدنيا تبقى مظبطه معاكي كده. هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واشوف وشكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله. اعملوا لايك واعملوا اشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. احلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر. اشوف وشكم بخير ان شاء الله. واتمنى لكم كل خير وسنه سعيده عليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب العالمين. حبايب قلبي، بصوا انا بشكركم والله العظيم. انا احلى كلام نفسي اقوله لكم. انا بشكركم جدا 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 من صميم قلبي والله العظيم على جمال والحلاوه والمتابعه الجميله. واحلى متابعين في الدنيا. سلام.